بحب الفراخ المشوية، بس تشيلي هم الشوي والفحم والدبكة والشغلانة والدخانة والمرمطة بتاعة الفرن والكلام ده كله. طب ايه رأيك في اللي يقولك على طريقة في منتهى الروعة، بسيطة جدا جدا فوق ما تتخيلي، وزي ما انت شايفة كده الفراخ احلى من اللي بتشتريها جاهزة من بره، واحلى من بتاعة المطاعم. ما شاء الله، تسوية فوق الممتازة. كل الأسرار اللي ممكن تطلع معاك الفراخ جميلة وروعة وخطيرة هتلاقيها في الفيديو ده بمنتهى البساطة، من غير أي تعقيدات. أي حد بيحب الفراخ المشوية زي كده، بصي شايفة مفيش أي حاجة ولا دم ولا لا خالص. لحم أبيض زي الفل، والفراخ دايبة أكتر من بتاعة براك كمان. طعمها تحفة، وبتتبيلة رائعة وبسيطة جدا جدا جدا، وهتطلع معاكي زي بتاعة المطاعم، انتي مش هتتخيلي السهولة. كمان هنعمل جنبها شوية خضار في منتهى اللذيذة، لان هم هيكونوا شاربين من كل التتبيلة، او من البهاريز بتاعة الفراخ دي اصلا. حابة تحطي بسلة وجزر بس ماشي، حابة تحطي بقى كوسة، بطاطس، فاصوليا خضرة، اي انواع خضار حابة تحطيه هنعمله ان شاء الله، هيعجبك جدا. زي ما انت شايفة كده الفراخ تتحدث عن نفسها. مش عايزة اطول في المقدمة، وتعالوا على طول ندخل نشوف عملنا الجمال ده ازاي. بس بالله عليكم لو عجبتك الفكرة تعملي لايك للفيديو، تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. وان شاء الله القناة دي هتلاقي فيها كل الوصفات اللي تهمك، والحاجات اللي تكون من الاخر، يعني وصفات ناجحة 100%. اول حاجة هنسمي الله، ونجيب معانا بصلتين كده متوسطين، وهنقطعهم صغير، وهنشوحهم على النار. انا بحب احط البصل الاول على نار عالية، بعد كده بهدي النار علشان يستوي شوية. حطيت عليه بس حاجات بسيطة خالص، ملح وفلفل وكمون، مش اكتر من كده، نص معلقة من الملح والفلفل والكمون. مش عايزين نحط ملح كتير، علشان احنا الحاجة بتاعتنا تطلع مظبوطة وطعمها حلو ان شاء الله. الفيديو ده هينفعك جدا جدا لو انت لسه بتتعلمي الطبخ في بداية حياتك. كمان عايزة اعرفك على سر تفريز البسلة ازاي. زي ما انت شايفة كده طالعة من الفريزر، ولكنها خضرة في منتهى الجمال. بصي بقى، ولا تحطيها في مية مغلية ولا في مية سخنة ولا على البخار ولا الكلام ده كله. كل الحكاية بنغسلها وننضفها، نحط عليها الجزر بتاعنا، ونعبيها في الاكياس ونحطها في الفريزر، ونطلعها نحطها على النار على طول، ما نستناهاش تفك. زي ما انت شايفة كده انا طلعت البسلة على طول من الفريزر على البصل بتاعي. اولا هي كده هتحافظ عليه ان هو يتحرق، وهبدأ ان انا اهدي النار شوية على بال ما البسلة دي تفك معايا. شايفين الخضار، شايفين اللون، طبيعي 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 يعني، ولا كأنها متفرزة، كأنها جاية فريش لسه من بره. جميلة جدا. سيبك بقى من اللي تقعد تقولك انا مش عارفة بتتعبوا نفسكوا ليه، يعني تقعدي تحطي في مية بخار وتحطي تسلقي وتعملي كل ده مش صح. كمان حاجة مهمة جدا للبسلة، الناس اللي بتشتكي من ان البسلة مش بتستوي او بتبقى حبة وحبة، البسلة لازم تتشوح كويس جدا وتنزل ميتها قبل ما نضيف عليها اي نوع من انواع السوائل. قبل اضافة اي سوائل لازم تخرجي المية الطبيعية بتاعتها الاول. ده بيخلي البسلة طعمها مسكر جدا، جميلة جدا، مش جامدة ولا ناشفة، وتستوي معاكي بمنتهى البساطة. ده سر يا جماعة، ناس كتير مش بتاخد بالها منه، مفكرة ان دي انواع بسلة، وفي بسلة بتستوي وفي بسلة مش بتستوي. لا، اعملي ده في كل انواع البسلة هتلاقيها كلها بتستوي معاكي. شوحي البسلة، او يعني اديها صدمة كده على النار، خرجي منها كل العصارة والمية الطبيعية بتاعتها. ولما تلاقيها بدأت انها تدبل كده معاكي وتكرمش كده، وتمسكيها تحس انها استوت ودخلت على سوا كده، خلاص تبدأي تحطي السوائل. قبل كده هتلاقي البسلة عمالة تطلع وتنزل في الحلة، ومش هتستوي معاكي خالص. بعد ما البسلة شربت ميتها تمام، بدأت احط شوية طماطم. دول حبتين طماطم متقطعين صغير، او ممكن تبشريهم بالمبشرة، او تحطي عصير طماطم اللي يريحك، مش هيفرق، بس انا حبيت شكله كده. وكمان ده اسهل يعني مش هيتعبك. هسيبهم يتشوحوا شوية صغيرة كده على نار عالية، وبعدين هطفي النار. وزي ما انتم شايفين كده هحاول ان انا اضيف شوربة
ممكن يعني المقدار هياخد مني حوالي كوباية او كوباية ونص من الشوربة. تمام. تعالوا بقى ندخل على العظمة بتاعتنا ازاي هنشويها بمنتهى البساطة مع الخضار دوت. اي ازازة عندك فاضية اغسليها ونضيفة وكويسة، تكون مغسولة كويس ونضيفة، وهملاها مية، هي كده فيها مية. وهنجيب الفرخة بتاعتنا. تتبيلة المحلات يا جماعة، الناس اللي بتجيب فراخ مشوية، التتبيلة دي سر المحلات. مش اكتر من شوية ملح، شوية بابريكا، ولو حابة تضيفي كركم ماشي، مش حابة خلاص. هما بيحطوا ملح وبابريكا فقط، لكن انا هضيف كركم علشان انا بحب الكركم. ولو حابة تضيفي شوية فلفل اسود ماشي. لكن هي التتبيلة الصحيحة بتاعت الفراخ المشوية اللي بتشوفيها بره بتلمع وجميلة دي وطعمها خطير، بس ملح وبابريكا بس، مش اكتر من كده. هنبدأ نتبل الفرخة بتاعتنا من بره ومن جوه ومن كل الجهات، علشان خاطر تبقى كلها زي بعضها. نتبلها كده. عايزة اكلمك عن فرصة او مشروع من بيتك، من غير ما تخرجي، من غير ما تروحي ولا تيجي. مشروع العمر هتعمليه لنفسك ولولادك. حقيقي فرصة ذهبية حقيقي جدا. لو انت حابة تعرفي تفاصيل اكتر عن المشروع ده، كلميني على الواتس، هسيبلك رقم الواتس اخر الفيديو. كلميني وانا اقولك على التفاصيل. مشروع جميل جدا، من خلال الانترنت، من خلال التليفون، وانت قاعدة في بيتك. يعني تخيلي كده، انت بتدخلي دخل اضافي لنفسك وانت قاعدة في البيت معززة مكرمة. لا بتخرجي ولا بتدخلي ولا ليكي ريس ولا حد بيقولك جيتي متأخرة، وانت قاعدة كمان في وسط ولادك، والدخل بتاعك هيبقى ان شاء الله محترم جدا. مشروع هايل هايل يا جماعة. عايزة تعرفي التفاصيل كلميني على الواتس، هسيبلك الرقم اخر الفيديو. بعد ما ظبطنا العظمة دي زي ما انتوا شايفين، في اسهل من كده ولا ابسط من كده، ولا دخلنا بقى ولا عملنا اي حاجة. وهربط بقى الرجلين كويس جدا، وهعمل لها مكان في الصينية. بس هدخل الصينية الاول الفرن، علشان ما بقاش حطها في الازازة واجي ادخلها تقوم مقلوبة عليا. دي حتة بس بسيطة كده للناس اللي ما عندهاش لسه خبرة. انا هحط الصينية الاول في الفرن، وبعدين الازازة بالفرخة كده هقوم حطاها جوه الصينية. هوريها لك دلوقتي. انا ربطت رجلين الفراخ في بعضها، الفرخة رجليها في بعضها الاتنين بخيط تخين ولا بأي حاجة. زي ما انت شايفه كده، حطيت الصينيه الاول وبعد كده حطيت الفرخه. تمام. على نار الاول اخليها نار عاليه لمده نص ساعه، وبعد كده ممكن تهدي الفرن لو الفرن بتاعك عالي قوي او قوي. لكن لو فرن متوسط زي الفرن اللي عندي انا سبته زي ما هو كده، وما شاء الله خلال ساعه لساعه ونص بالكتير، على حسب حجم الفرخه ووزنها. يعني لو فرخه كبيره ممكن تاخد اكتر من كده شويه. طيب انا هعرف منين انه الخضار اللي تحت مش محتاج ميه؟ زي ما انت شايفه كده، بقلبه واشوفه. هو اصلا الفرخه بتفضل تنزل الصوص بتاعها، فما شاء الله بيبقى حاجه عظمه، وطعمه في منتهى اللذاذه، خطير جدا. تقدري تحطي بطاطس، تقدري تحطي كوسه، تقدري تحطي بسله، تقدري تحطي جزر، تقدري تحطي اي خضار انت حباه بقى. بعرف منين بقى ان الفرخه استوت؟ بحط سكينه في اي جزء من الفرخه، سواء في الصدر في الورك في اي مكان. لما ما الاقيش الاقي السكينه ما تخرجش معايا ميه، يعني المكان اللي انا هخرمه بالسكينه انا ما يخرجش ميه، والسكينه تدخل بسهوله وتخرج بسهوله، وتدخل ناشفه وتخرج ناشفه، هنا بعرف ان الفرخه بتاعتي بسم الله ما شاء الله استوت. زي ما انتم شايفين كده لونها خطير جدا، واستوت بزياده، وحاجه في منتهى الجمال. لا تعبنا ولا حطينا فحم ولا حطينا اي حاجه ولا. وعلى فكره، الناس اللي بتعمل الصواني وتحطها كده كل الحاجات مش يعني ني في ني كله على بعضه كده، وتقوم حطاه في الصينيه، طعمها مش بيطلع حلو خالص يا جماعه. طعمها مش بيطلع حلو، مش كل حاجه نشوفها نعمل زيها. يعني بتشوفي ناس كده بتقوم حاطه الخضار كله في بعضه وحطاه كده ومن غير ما تشوحه وهو ني، طعمه بيطلع مش احسن حاجه خالص. فجربي الطريقه دي، هتعجبك جدا وسهله وبسيطه وما تاخدش وقت. ولو حابه تعرفي اكتر تفاصيل عن المشروع، تواصلي معايا على الرقم اللي قدامك ده، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.